السلام عليكم، أنا الدكتور ضياء ناجي. هذا موضوع مهم بالنسبة لقياس الأوزان والثنايا الشحمية الموجودة بالجسم الرياضيين وغير الرياضيين. يفيد مدربي اللياقة البدنية يشتغلون كرة القدم بعض الألعاب. هذا هو مقياس ابتدائي وبسيط يمكن من خلاله أنه تحدد كتلة الجسم. هناك اختبارات ثانية من خلال المسمار أو تحت الماء أو بأجهزة إلكترونية، لكن هذا الاختبار بسيط. قياس وزن الجسم ومن ثم تقسيمه على الطول، يعني الطول تضربه بنفسه، يعني مثلا 180 سنتيم 1.80 تضربها ب1.80، قسم الوزن على رقم يطلع لك رقم هذا موجود خلال 18، يعني هذا وزنه دون الطبيعي. مثل هذا عندنا 90 وزنه قسمه على 165، في 165 طلع عندنا 33. تجي هنا 33 تشوفها، تشوف يعتبر شخص بدين. إذا أنت مدرب لياقة بدنية، هذا اختبار بسيط جدا لك، تستخدمه بالأسبوع مرتين إلى 3 مرات بالنسبة للاعبين تراقب أوزانهم. إذا صار عندك أوزان زايدة تحاول تنزل الأوزان وتزيد الكتل العضلية على الثنايا الشحمية، يعني ما يصير الثنايا الشحمية أزيد من الكتل العضلية، يجب يصير الكتل العضلية أكثر من الثنايا الشحمية. وأعتقد هذا أبسط شيء يعني حاولت أدور عليه ولقيته بالنسبة للياقة البدنية وأغلب المدربين. يتم قياس طول الوزن الصبح، تفريغ المعدة يعني من كل شيء، وبالملابس الداخلية، وقياس الوزن. أنا أشكركم دكتور ضياء ناجي، مدرب لياقة المنتخب الأولمبي السابق، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.